السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة رحلة علم مع محمد رشاد. جايب لكم حلقة جديدة النهاردة مهمة جدا، وهنتكلم فيها عن حاجات هتوفر عليكم وقت ومجهود كتير. هنتعلم مع بعض ازاي نربط الوورد بالاكسل بطريقة سهلة وسريعة، وازاي نقدر نعمل مستندات احترافية مرتبطة مباشرة بالبيانات بتاعتنا في الاكسل. يعني بدل ما هنفضل نعدل في كل مستند لوحده، هنخلي كل حاجة مرتبطة ببعضها بشكل تلقائي. استعدوا للمفاجآت والحركات اللي هتغير شغلكم تماما، ويلا بينا نبدأ الرحلة. بس ما تنسوش تصلوا على النبي. طبعا كلنا عارفين ان الجدول اللي قدامنا ده هو جدول فيه اجماليات حسابات العملاء. احنا عايزين ناخد من الجدول ده التقارير اللي هتسمع في الوورد تلقائي، بس مهم عندنا بنود اساسيه اعمله باي شكل انت عايزه. بس المهم يكون فيه المدين والداين والرصيد بالاجماليات طبعا وباسم العميل. الجدول ده احنا مش هنشتغل على طول مباشر عليه، احنا هنعمل جدول تاني. بس علشان خاطر الوورد لما بنيجي نشتغل عليه لازم بياخد اول خليه في الشيت، يعني A1. ما ينفعش يكون الشيت فيه ميرج، ما ينفعش يكون بادئ من تاني خلية. فبروح بعمل جدول تاني بالطريقة زي ما انتم شايفين كده. في كود العميل، في اسم العميل، في إجمالي، في الموازنة، في الحاجات اللي أنا هحتاج إن أنا أطلعها في الوورد، محتاج إن أنا ألقطها في تقرير الوورد نفسه. فما بعملش أي حاجة غير إن أنا بسمعه من الشيت التاني عن طريق إن أنا بعمل إيكوال وبلقط فيه أول خلية زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بسحبها على اليمين كله، لأن هي نفس الداتا اللي موجودة في الشيت التاني، وبسحبها لتحت. وبكده بكون خلصت الجدول اللي أنا هبدأ آخد منه الداتا اللي أنا محتاجها. ما بكتبش فيه بس غير عناية مين دي اللي بكتبها بإيدي، علشان خاطر المراجع اللي بيجي يراجع معاك أو بيطابق معاك ممكن يكون متغير. طبعا هنخش دلوقتي على الوورد. اول حاجه واهم حاجه في الوورد ان يكون موجود التاريخ. خلي التاريخ يكون اب تو ديت. الطريقه اللي انا بعملها دي، ده التاريخ فيها يكون متغير، يعني كل ما تعمل ريفرش الوورد او تقفل وتفتح هتلاقي لاقط نفس التاريخ ونفس الساعه اللي موجوده عندك على الجهاز. فدي مهمه جدا علشان وقت طباعه المطابقه يبقى انت وانت بتيجي تقفل في نهايه السنه، لو في اي مشكله في الحساب انت اخر مطابقه عملتها في اليوم ده بالفعل. فالموضوع ده مهم جدا. تاني حاجه عندنا مشكله الصور. لما باجي ارفع صوره، لوجو، اي حاجه من الحاجات دي كلها على الوورد، ما بقدرش ان انا اسحبها لا يمين ولا شمال، ولا اقدر ان انا احرك فيها، ودي مشكله بتقابل ناس كتير قوي. فانا هقول لك المره دي على تكايه هتقدر تخليك بالفعل تعمل اي خطاب ولا اي تقرير او اي مصادقه بمنتهى السهوله. بس ركزوا معايا. بعمل انسيرت للشكل زي ما انتم شايفينه كده بالطريقه دي، وبعمل فيه بيست للصوره اللي انا خدتها كوبي، وبتنزل فيه بمنتهى السهوله اهي. وبقدر ان انا احركه في اي اتجاه انا عايزه، وبغير بعد كده للفريم بتاعه بان انا بشيله علشان ما يعملش شكل مش محبوب في الوورد او في التقرير اللي انا عامله. بس خلاني بمنتهى البساطه اقدر ان انا احرك الصوره شمال ويمين في اي حته براحتي علشان اقدر اتحكم في الوورد بتاعي. وبرضه بعمل الشكل تاني علشان اقدر اكتب فيه اللي انا محتاجه، بطبق فيه نفس الطريقه اللي عملتها في الصوره، وده هيخليني اقدر اعمل اي شكل انا عايزه في الوورد باي طريقه تكون محترفه. انا بيقابلني ناس كتيره قوي بتبقى عندها مشكله في الوورد وبيخليها تتاخر وهي بتعمل التقارير في المراسلات بتاعتها. بعد كده انا بحفظ الوورد بتاعي. انا حبيت اوريكم شكل عملي ازاي بتتعمل بس النقط دي، وانا كنت كده كده عامل نموذج ومسجله طبعا عشان وقت الحلقه مش حابب ان هي تكون طويل عليكم. فده النموذج اللي انا عامله بالشكل ده زي ما انتم شايفين، عامله بنفس الطريقه بالظبط زي ما قلت لكم عليها. نبدا بقى نعمل الميرج بتاعنا. بروح اول حاجه على ستارت ميل ميرج في الميلينج، وبعد كده بختار ستيب باي ستيب. هنا في المكان ده بيبقى مكتوب براوزر، ان انا بختار من البراوزر نفسه، بس انا عشان كنت مختار قبل كده فبراوزر مش موجوده، وبختار بروح على المكان اللي فيه الفايل الاكسل بتاعي، وبعد كده بلقطه. هنا بيقول لي الاكسل فيه شيتين، انت هتاخد التقرير من اي شيت. بختار النقطتين اللي هو الشيت اللي انا عملت له هيد قبل كده في الشيت، وبعد كده بقول اوكي.
بتاكد ان هي دي الداتا بالفعل اللي انا عايز القطها. هي الداتا بالفعل، اوكي. فاقول له نيكست 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 نيكست. خلاص كده انا قلت له خد الداتا دي من المكان ده. بفتح الشكل اللي انا عايزه، بعمل اد تكست عشان اقدر اضيف فيه. ده طبعا الساده يعني شركه، فبحط فيه اسم الشركه، فجاب لي اسم الشركه. ده عنايه مين، عنايه مين، بختار عنايه، هكذا. ده الرصيد، فبروح على insert merge وبختار الرصيد، انزل لي الرصيد. هكذا بطبق في جميع البنود اللي موجوده عندي. المبيعات بختار المبيعات. دي البنود اللي كانت موجوده في الجدول الشيت التاني اللي كنت عامله جنب التقرير. بس كده انا عملت الموضوع بمنتهى السهولة. كده انا طلعت التقرير بمنتهى السهولة. هاجي اقلب، هتلاقيه بيغير معايا العملاء بمنتهى السهولة. بعد كده بقفل التقرير بتاعي عشان افتح الاكسل. في نقطة هنا لازم تركزوا فيها، ان انا طول ما انا فاتح الوورد ما ينفعش افتح الاكسل. زي ما انتم شايفين كده، لما اجي افتح الاكسل هيجيب لي ريد اونلي، فبالتالي لما اجي اكتب فيه داتا هيقول لي، واجي سيف هيقول لي سيف از، فهبوظ كل الشغل اللي انا عملته. فلازم احفظ الوورد واقفله، وبعد كده ابقى افتح الاكسل تاني. طبعا انا دلوقتي بفتح الاكسل علشان اوريكم لما انا هضيف. انا بعمل للشيت ده عشان ما يبقاش فيه مشاكل، هخفيه خالص. وده التقرير الاساسي اللي انا بشتغل عليه. طبعا التقرير الاساسي ده عندكم اصلا هيكون مسمع من حسابات التحليليه بتاعه العملاء يعني. هنا انا بضيف المسميات والارقام بايدي عشان اوريكم ازاي هتسمع في الوورد. بس اكيد انتوا عاملين الحساب الاجمالي لحسابات العملاء بيسمع تلقائي من الحسابات التحليليه. ولو عايزين حلقه ازاي تعملوا برنامج متكامل لحسابات العملاء والموردين تسمع تلقائي وتطلعوا التقارير من الوورد، قولوا لي في التعليقات وانا هعمله لكم. فانا هنا بزود الارقام بايدي. هوريكم ازاي، بس لما هنروح الوورد هتلاقيها موجوده ومسمعه عادي. بصوا كده زي ما انتم شايفين، بروح على مينينجز وبقلب بالسهم. هقول لك على تكايه صغيره علشان ما تقعدش تفتح وتقفل في الوورد. هنعمل اي شكل موجود عندك، وفي اشكال كتيره تقدر تنزلها من على جوجل. هنعمل انسيرت للشكل بتاعنا ونربطه بهايبر لينك بشيت الوورد. ودي تكايه صغيره انا بحب دايما اعملها في شغلي علشان ابقى رابط الشغل كله ببعض. احيانا بنسى الشيت انا كنت حاطه فين، فبحب اربطه كله ببعض بالطريقه دي. بدوس عليها كليك يمين واعمل لها لينك، وبختار اول واحده وبختار اسم الفايل اللي انا عايز اروح له. يعني انا طبعا عايز اروح لفايل الوورد، انا مسميه برنت، فادوس عليها يفتح لي الفايل على طول بمنتهى البساطه. وكده نكون خلصنا الحلقه النهارده. طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.